مساء الخير. خلينا في الأول نتفق على حاجة مهمة جدا، هو قانون إن كل ما هو من عند الله هو بيفرح القلب، وكل ما هو ما بيفرحش القلب هو مش من عند الله. فبالتالي القانون ده هياخد الإنسان إن هو يبتدي يفكر ويتدبر، طيب ايه الاشياء اللي ما بتسببليش سلام او طمأنينة او ما فيهاش رحمة او ما فيهاش محبة. هياخد الفكرة دي او اللي سبب له الشعور ده ويعرف انه هو ده اللي المفروض انه يفرغه من حياته، هو ده اللي ملوش نفع في حياته، لان ده مش من عند الله، ايد الله مش فيه. فمن هنا هيبتدي يفكر وهيبتدي يتدبر. لو الانسان ما اعتمدش ان كل حاجة هي من خلق الله له في حياته، من هنا هيبتدي يتدبر ويحاسب نفسه. والموضوع بيبدأ بمحاسبة النفس، انا ليه حصل لي كده؟ ابتدي افكر اتدبر، طيب ده مش خير، ده ما سببليش في قلبي سلام ولا في رحمة ولا في طمأنينة، يبقى ده مش من عند الله. طب انا ليه استقبلت الموقف ده؟ في ايه جوه نفسي خلاني استقبل الموقف ده؟ ايه الحاجة اللي شبهي الموقف ده اللي موجودة جوايا اللي خلته يكون موجود في الواقع بتاعي؟ هنا هيبتدي التفكر والتدبر لحد ما الانسان بيبتدي يوصل للمعرفة ويبتدي يوصل للفهم، لحد ما الامور بتتضح واحدة واحدة ويبتدي يفرغ الامور اللي ملهاش نفع في حياته ويعيد تشكيل نفسه. الموضوع ده ما بيتمش ما بين ليلة وضحاها، الموضوع ده ممكن الانسان يصمت لوقت، ممكن الانسان ينعزل، ما يحبش ان هو يكون مع حد، لانه بيفرغ نفسه، بيشكل نفس جديدة، بيصعد، بيبتدي يرتقي بالقلب، يطلع منه كل ما هو غير رحيم، كل ما هو مؤذي، كل ما هو ما بيسببلوش سلام، ما بيسببلوش طمأنينة، وبيتجه لعكس الصفات دي، بيتجه للرحمة، كل ما هو رحيم، لكل ما هو فيه سلام، لكل ما هو فيه امان. فبالتالي القلب بيرتقي، فبالتالي القلب بيصعد. في الرحلة دي بيبتدي الانسان انه ينتقل من نفس لنفس، بتموت نفس وتحيي نفس، وتموت نفس وتحيي نفس، بيموت معتقد، بتموت افكار، سموم بتطلع من حياته، بيخليها من جواه، برمجيات بيتخلى عنها، بينفصل عن السموم دي كلها، بينفصل عن التردد، عن التواكل، بينفصل عن الانتظارات اللي بتعطل حياته، بينفصل عن الامور اللي بتخليه صدره ضيق او حياته عمالة تضيق عليه، بيبتدي يبعد وجودها عنه عشان يتوافق مع كل ما هو فيه سلام، فيه محبة، فيه رحمة، يتوافق مع ذاته الحقيقية، اللي هو ده اساسا الهدف من وجوده للحياة، هو الوصول لذاته الحقيقية. والانسان بيمنح فرص لا نهائية كل يوم، بيقابل اشخاص، بيقابل ارواح عشان يقف عندها ويتدبر، وتكون هي سبب النار الداخلية اللي بتكون موجودة جواه، اللي بتحرق كل ما هو سام في حياته. بالتفكر، بالتدبر، بتفريغ النفس، وملء النفس بكلام الله، ملء النفس بما تستحق ذاته من محبة، من احترام، من حقوق النفس. كل واحد نفسه ليها حقوق، انا لما احب حد اديله حقوقه، فما بالك بنفسي انا او نفسك انت؟ فهي رحلة
رحلة الإنسان بيتولد فيها من جديد، رحلة فيها صعود للقلب، فيها إزالة كل الحواجز اللي بيننا وبين ذواتنا الحقيقية. أما بيجي نداء للإنسان وفرص لا نهائية من النداء، وأشكال كتير جدا من النداء بيجي لكل إنسان، يا إما على صورة ضغوط، يلا بقى احنا عمالين نضغط عشان خاطر ترجع لنفسك الحقيقية، ترجع لذاتك، فرص لا نهائية، او ارواح، او عشان يلا ارجع اتحرر في امور انت لازم تتحرر منها، انت بس ناقصك الحتة دي وتتحرر، وتبتدي ان انت تخش في صعود وارتقاء ومراتب روحية عالية، تخش في ملكوت الله. آفات القلب الطبيب مش بيعرف يشفيها، ولا الطبيب النفسي بيعرف يشفيها. آفات القلب تشفى فقط بالصعود الروحي، بالسعي للاتحاد مع الذات الحقيقية.